السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هنعمل معاكم النهاردة شوربة السي فود بطريقة سهلة جدا جدا جدا، ومش تاخد منك أي وقت، وطعمها خطير. ريحتها وطعمها كانوا قلبين الدنيا يعني. ولو جربتي الطريقة دي، لو ما بتحبيهاش أصلا هتحبيها. يعني انت أصلا ما بتحبيش شوربة السي فود، لو جربتيها بالطريقة دي هتحبيها قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا عندي هنا اللي ورا دي القشر بتاع الجمبري. انا جبت الجمبري طبعا وقشرته، فاخدت القشر بتاعه وغسلته كويس جدا ونقعته حبه لحد ما انزل كل التراب اللي فيه، وغسلته وحطيت له فصين توم وحبه كمون، وولعت عليه ان هو ايه، يغلي على النار، عشان ميه الجمبري دي انا عايزاها ازود منها الشرب، بتديها برضو تست حلو قوي. بعد كده ما سلقت قشر الجمبري وركنته على جنب، هجيب الحله بتاعتي دي على النار، هحط فيها من معلقه، يعني معلقتين زيت مش اكتر من كده، معلقتين زيت. وهنزل في المعلقتين زيت دول بمعلقه توم كده حلوه، وهشوح معلقه التوم دي كده مع ورق اللوري. واول حاجه طبعا، انا كل الحاجات اللي انا هنزل بيها دي في الشوربه انا غسلاها ونقعاها ومظبطاها ومقطعاها ومخليها زي الفل. فنزلت كده بالثوم والورق اللوري والثوم والزيت عليهم الصبيط، لان الصبيط اكتر حاجه بتاخد سوا وبتغيب في السوا. وهقلب كده الصبيط مع الورق اللوري والثوم، واروح نازله عليهم باتنين مكعب مرقه خضار، مش يعني ولا لحمه ولا فراخ، احنا عايزينها خضار، مرقه خضار. واشوحهم مع بعض كده لحد اما احس ان الصبيط كده اتشوح معايا كويس، واروح نازله عليه بالجمبري. الجمبري طبعا برضو انا مقشراه ومنضفاه وغسلاه، كل الحاجات دي طبعا غسلينها. وهقلب فيهم كده، واول ما الجمبري ياخد معايا اللون ده كده ويبتدي ان هو يحمر، هروح نازله عليه بالجندفلي والكابوريا. انا عشان مش بنحب الكابوريا فما جبتش كابوريا. انتي بتحبي الكابوريا تقدري انتي تضيفي مع الجندفلي الكابوريا، تنزلي بالكابوريا والجندفلي مع بعض وتقلبيهم كده برضو مع بعض يتشوحوا شويه. بعد كده ايه، بتروحي نازله عليهم بقى ايه باللبن او الكريمه بتاعتك. دي علبه كريمه طهي، ممكن تستغني عنها يعني ممكن تستغني عنها وتستكفي باللبن بس، وممكن ان انتي تبدليها بالقشطه. مش عندك الكريمه ومش عندك القشطه، استكفي باللبن بس. انا بحب انزل بالكريمه الاول، تاخد كده يتكتكوا مع بعض شويه، وبعد كده بروح نازله عليها بالحليب. هنزل بنص لتر من اللبن. لا اله الا الله. واروح مصفيه الميه بتاعه الجمبري دي، طبعا الميه اللي احنا سلقنا فيها الجمبري دي هصفيها كده عليها، وهظبط الملح، واحط عليها يعني ايه ذرة كمون صغيرة جدا. بس الكمون عشان خاطر انا كنت حاطة كمون في الجمبري، في القشر بتاع الجمبري كنت حاطة في قشر الجمبري كمون وهو بيتسلق، فمرضتش احط على الشوربة كمون، يعني استكفيت بس ان هو ايه الكمون بتاع الجمبري نفسه. لا حطيت كمون، حطيت حبة كمون صغيرين جدا، يعني ربع معلقة كمون كده بس صغيرة، مش هنحط أي بهارات تاني غير الملح والكمون. وأول ما الشوربة تغلي كده معايا في المرحلة دي، ممكن تنزلي بالكاليماري مع الفيليه. مش حابة الكاليماري ممكن تنزلي بالفيليه بس، يعني بصي تقدري تعمليها بالحاجات اللي موجودة عندك. حابة تزودي إضافات أكتر من كده في الشوربة تمام، مش حابة خلاص اللي يريحك. طريقتها سهلة جدا جدا جدا.
متاخدش وقت خالص، يعني 10 دقايق اصلا على النار بتكون خلصت. كده خلاص الفيليه كان استوى، والجمبري والصبيط كل حاجة طبعا كانت استوت، بقت زي الفل. بعد ما كل حاجة